والتعليم من السيد رئيس الاداره المركزيه لشؤون مكتب وزير التضامن الاجتماعي انه بيطلب تخصيص عدد 15 مدرسه بالقاهره، تحديدا في منشاه ناصر والبساتين ودار السلام اللي كان فيها المدرسه الفيروز اللي اتصور منها المشهد، زائد عزبه الهجانه في شرق مدينه نصر، عشان خاطر الاسر المعيله اللي هي السيدات اللي الاب متوفي والست هي اللي بتعول وغير قادره، يتعمل لها زي معاش استثنائي من وزاره التضامن الاجتماعي. فاحنا ردينا على الخطاب اللي هو كان رقم 606 تاريخ 9 يونيو 2015، بنقول لهم ان احنا باعتين لكم كشف بعدد المقار اللي انتم طالبينها علشان خاطر تقوموا باجراءاتكم نحو صرف معاش للمحتاجين من السيدات التي تعولن الاسر. كده انا وضحت الامر بان ده شراكه ما بين التربيه والتعليم والتضامن لمساعده الغير قادرين في المناطق العشوائيه. انت سمعت بالموضوع ده قبل كده يا استاذ هاني؟ يا فندم؟ سمعت بالموضوع ده قبل كده؟ لا، انا ما كانش عندي علم بيه، لذلك لما حضرتك اتكلمت اعتمدت فقط على ان المشهد غريب وغير واضح والتصوير بره، وانا نفسي استغربت. وبعدين احنا جبنا امبارح مشهد للتصوير من جوه. لا، ده انا ما شفتش امبارح والله. لا امبارح لا بس هو امبارح جبنا من جوه المدرسه والسيده اللي بتصور بنتها صورتها وهي قدام الموظف جوه المدرسه. ما هو كده اهو يا فندم، لو حضرتك معانا دي جوه المدرسه. انا كده شايف مع حضرتك ده جوه المدرسه يا فندم. ما هو كده خلاص، كده اللغز اتحل، لانه انا وقتها ما عنديش المعلومه اللي بتقول ده، وبمجرد ما حضرتك كلمتني انا ما ردتش وخلاص، لا انا رديت وبحثت عشان اشوف هل في فعلا حاجه يعني بهذا الشأن ولا لا. فوصلت فعلا للاداره المركزيه للامن عشان اشوف اذا كان في اتفاق ما بيننا وما بين حد، فاتضح يعني ما اشرت اليه بيه لحضرتك، عشان كده تبقى الصوره واضحه. تمام. وعشان ما بقاش انا غلطت في حد او قلت حاجه مش مظبوطه. تمام. بشكرك استاذ هاني كمال المتحدث باسم وزاره